تعالوا اقول لكم اني احسن. جبت اوردر من كانسياس واوردر من هارديز، تقريبا الاتنين سعرهم متقارب من بعض ونفس كل حاجه، فتعالوا نشوف اني افضل. اوردر كانسياس كان عباره عن 4 علب كول سلو وازازه كولا لتر، طبعا كاتشب ومحتوياته، وكان في 2 برجر دجاج و2 برجر ستريبس. تعالوا بقى نشوف الاوردر اللي عملناه من هارديز. الاوردر كان فيه 2 كولا زي ما انتم شايفين. انا بحب، يعني انا بالنسبه لي بحب الكوبايات ديت، بس في ناس ما بتحبهاش، بس انا بحبها شغال. فتعالوا نشوف الباقي. وكان في 2 باكت بطاطس، وكان في 2 برجر لحمه و2 برجر دجاج. تعالوا نقارن كده البرجر والبرجر. اولا العيش لما فتحته كان الاتنين نفس الشركه، الاتنين نفس الحجم والاتنين نفس الشركه. ده برجر هارديز كان عباره عن قطعه اللحمه وشويه كاتشب وشويه مستردة فقط لا غير. البرجر الدجاج بتاع كانسياس كان عباره عن، لا ده كان حلو بصراحه. كان قطعتين او قطعه فراخ وفيها طماطم وجبنه وفيها خس وفيها صوصات، لا كان جميل. بس تعالوا عشان ما نظلمهمش نشوف الدجاج بتاع هارديز، يمكن ده احسن. ده الدجاج بتاع هارديز كان ايه ده؟ لا بصوا بصراحه كان عباره عن قطعه خس وشويه توميه، حاجه بسيطه خالص. والحاجات السوداء اللي في البرجر دي بصراحه ما عجبتنيش. افتكرتها توابل وقلت عشان ما اظلمهمش ده ودقتها لقيتها للاسف ده كان عيب الزيت انه ما تنضفش والحاجه بتلزق فيه كده. فخلاص تمام. تعالوا ندوق، يمكن الطعم يشفع لهم. ده كانسياس وكان طعمه مم... كويس حلو. ده البرجر بتاع هارديز، نشوف ممكن يكون طعمه حلو جدا ويشفع لهم، فتعالوا نجرب. عادي يعني. يعني لو قارنا هنختار كانسياس. والكولسلو مش واو يعني، شغال شغال. طيب في المجمل لو حبينا نختار ناكل من هارديز ولا كانسياس، لا ناكل من كانسياس احسن. يلا باي باي.